الاسواق امبارح اتشقلبت، اللي طالع نزل واللي نزل الكعبل على وشه. ايه بقى اللي حصل؟ امبارح كان الاجتماع الاخير للمخفي اللي اسمه الفيدرالي، والاسواق كانت متوقعه ان هم يخفضوا 25 نقطه، وبالفعل ده اللي حصل. يعني كله تمام، لكن ازاي؟ الحاج جيروم باول قبل ما يقفل الباب لازم يضرب كرسي في الكلوب، قال لك احنا خفضنا الفايده وكله تمام، بس خدوا بالكم في 2025 بقى هنخفض مرتين بس، لان في الغالب معدلات التضخم هترتفع تاني. الناس كانت منتظره 4 تخفيضات، واكثرهم تشاؤما قال هيبقوا 3 تخفيضات. ايه بقى نتيجه الكلام ده؟ مؤشر الخوف ارتفع 74% لاول مره من 7 سنين. مؤشر الدولار ارتفع لاعلى مستوى من سنتين. عائد سندات الخزينه الامريكيه ل10 سنين هو رخر ارتفع. الذهب اسعاره نزلت. البيتكوين لحق الذهب. مؤشر اس ام بي 500 نزل لاقل من 6000 نقطه. مؤشر ناسداك 100 هو كمان نزل له بتاع 3.5%. بس ليه ده كله؟ من الاخر كده ده العداء التقليدي ما بين جيروم باول وترامب. الرئيس الفيدرالي شايف ان الرئيس الامريكي المنتخب هيعمل شويه سياسات كده هتخرب الدنيا، وهتكون سبب في ارتفاع معدلات التضخم، ولو ده حصل الفيدرالي في الغالب مش هيقدر يكمل مشوار خفض الفايده. طب ايه بقى المتوقع انه يحصل الفتره اللي جايه؟ طبعا مؤشر الدولار متوقع ان هو يكمل ارتفاع، وبقيه العملات بتاعه العالم كلها هتعاني. اما الذهب متوقع ان هو يرجع على فكره يرتفع برضه، مع ان هو المفروض يبقى عكس الدولار، بس بسبب الاوضاع الجيوسياسيه والحروب اللي حوالينا. البيتكوين طبعا والعملات الرقميه اكيد طبعا متوقعين انها ترتفع اول ما ترامب يدخل البيت الابيض. الاسواق مش مضمونه قوي الفتره اللي جايه.